طبعا بعتذر التأخير في نزول الحلقة، ده كان نظرا للوقت ما لحقتش ان انا اسجل. والحاجة التانية ان كان جد علينا تفاصيل فكنا لازم نتأكد من مصادرها علشان نقدر نضيفها في الفيديو ده. شاب بيقتل أسرته بالكامل، أمه وأخوه واخته، واللي قالوا الجيران انه قتلهم بسبب الميراث، لكن التحقيقات لسه ما اثبتتش حاجه ولا وضحت تفاصيل. خامس يوم العيد الجيران بدات تشم ريحه لحمه بتتشوي ودخان بيطلع من البيت. الريحه دي قعدت 3 ايام. الغريبة إن الريحة ما كانتش ريحة لحمة بس، كان معاها كمان ريحة بلاستيك بيسيح أو شعر، ريحة شعر أو بلاستيك بيسيح. والأغرب في القصة إنه كان بيظهر عادي جدا في الشارع، بيتعامل مع الجيران كأن مفيش أي حاجة خالص، ولما كان حد يسأله يقول لهم مفيش، بنشوي لحمة، بيتوه الكلام بأي شكل يعني. ولما الموضوع قعد 3 أيام الجيران قلقوا. حد من جيرانهم اللي هو قريب منهم أوي، أقرب بيت ليهم، كان يعرف ولاد عمهم، اتصل بيهم، رد عليه واحد من ولاد عمامه فقال له في ريحه بتطلع من البيت بقالها 3 ايام، تعالى وشوف في ايه. قال له خلاص تمام، انا في المزرعه، خلص بس هشوف الكهرباء هتيجي، هشغل النور وهاجي على طول. وبالفعل جه، وبمساعده الاهالي مشي ورا الريحه فين بالظبط من البيت، زي بدروم يعني، زي بدروم او محل. فصلوا القفل وفتحوا ودخلوا المكان. ابن عمه من المنظر اغمى عليه. الاهالي اتصلوا بالشرطه اللي جت فورا وبدات تحقق في القضيه. القاتل ما كانش موجود، ما كانش في حد موجود. طبعا مش هننسى ان قلق الجيران ما جاش من فراغ برضه يعني. مع الريحه دي اخته كان المفروض ان هي بتحضر رساله ماجستير، وكانت الشهاده بتاعتها طلعت ونجحت. زمايلها بيتصلوا بيها ما بتردش، كام يوم بقى ما بتردش، 3 ايام. اللي خلاهم يجوا على البيت علشان يبلغوها الخبر. جم لقوا الشرطه موجوده والناس ملمومه وعرفوا اللي حصل. ايه اللي حصل؟ ان محمد ده اللي هو الاخ الكبير قبل الحادثه ب3 ايام وقف واحد جاره اسمه عم ياسر، راجل غلبان معاه توك توك. قال له يا عم ياسر، ما تعرفش حد هنا بيبيع اكياس ومعطر جو؟ عم ياسر قال له اعرف. خده مركز قطور وادى لواحد يعرفه يعني بتاع منظفات وكده، اشترى منه الحاجات اللي هو محتاجها، اللي هي اكياس بلاستيك ومعطر جو. عم ياسر نزله ومشي. مفيش اي حاجة ظاهرة على محمد ده نهائي، مفيش حاجة تدعو للقلق او الشك. شخص عادي جدا بيسأل حد جاره، تعرفش حد هنا بيبيع اكياس ومعطرات جو وكده؟ قال له تعالى، في حد بتاع صابون مثلا او في حد في الحتة الفلانية يعرفه، تعالى نروح نجيب منه. وبالفعل نزلوه، مفيش حاجة خالص مش في باله. وعم ياسر ده هو نفس الشخص اللي اتصل بولاد عمه بعد ما شك من غياب الأسرة بالكامل مش موجودة، مفيش غير محمد هو اللي بيظهر، بس بيروح وبيجي ولا بيسلم ولا مفيش حاجة خالص. عادي، شخص عادي جدا في حاله، بينزل من بيته يمشي يروح شغله مثلا، أو يخرج يرجع تاني عادي خالص، مفيش أي حاجة. نتائج مبدئية لتحليل الطب الشرعي وللتحقيقات، لما جم دخل البدروم لقوا صاروخ. الصاروخ ده كان محمد يقطع بيه العظم، لأنه طبعا مش عارف يودي العظم فين. وده اللي حصل، طلع اللحمة لوحدها، او التحقيقات المبدئيه بتقول انه اداهم منوم فناموا، جاب سكينه ذبحهم، ولما ذبح فصل الراس عن الجسد. دي تحقيقات وتحليلات مبدئيه. بدا يقطع في جسمهم قطعه قطعه ويحاول يشفي اللحمه بعيد عن العظم. بدا يعبي اللحمه دي في اكياس وبدا يحطها في الدور الاول فوق في الشقه في الثلاجات. لما الثلاجه ما بقتش تكفي لانه قاتل 3 اشخاص، خد بقيه اللحمه اللي مش هتخش الثلاجه عشان ما تبص وتعفن وتطلع ريحه، ورمى اجزاء منها للكلاب على اساس ان الكلاب تاكلها وما يبقاش في اثر لحاجه يعني. وجمع العظم كله والجماجم الراس كامله وبدا يولع فيها. طبعا عشان ما ننساش، بعد موضوع الاكياس والمعطر اللي هو كان عايزه، قابل عم ياسر ده تاني، طلب منه ان هو يجيب له جيركن جاز. وبرضه عم ياسر ما خدش في باله. ليه؟ لان محمد واسرته عندهم ارض زراعيه، فمن الطبيعي ان هم بيحتاجوا الجاز علشان بيشغلوا بيه المكن بتاع الري او مولدات الكهرباء. وفعلا عم ياسر كان جاب له الجاز. طبعا في التوقيت اللي عم ياسر جاب له فيه الجاز، محمد كان خلاص قاتل وذابح ومقطع ومظبط حاله، بس ناقص انه عايز الجاز علشان هيبدأ يولع العظم، على مخيلته ان العظم لما يولع فيه هيتحول لرماد، فخلاص كده مفيش اي تفاصيل لاي حاجه. ده خياله، هو خياله المريض وصله لكده. وبالفعل عم ياسر جاب له الجاز، حتى محمد ما حسبوش في نفس اليوم. تاني يوم قابل عم ياسر عادي جدا، وازيك يا عم ياسر، وشوف حساب المشوار كام وحساب الجاز، واداله حسابه وتمام خالص كأن مفيش اي تفاصيل مبدئيه. تجميع لاغلب الاحداث. طبعا محمد حر هارب. الاجهزه الامنيه اتحركت بسرعه علشان يتم ضبطه بعد معرفته
تهمتهم بالجريمة بيومين لقوا محمد في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ مأجر شقة وقاعد مع المصيفين تخيلا منه انه في وسط زحمة وفي وسط ناس ومحدش هيبقى دريان بحاجة. لكن طبعا الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطه، وحاليا لحد تسجيل الحلقة دي جاري تحقيق معاه يمثل الجريمة بتاعته تاني في مسرح الجريمة. ومش هننسى طبعا ان ده بيت فيما بعد هيكون بيت مهجور، دمر حياته وحياة أسرته. ايا كان السبب ايه، مفيش حاجة او تستاهل ان هو يقتل بالطريقة البشعة دي وبالتخطيط ده. دي حاجة فعلا تستدعي ان احنا نستنى التحقيقات التفاصيل كاملة كلنا، ومستنيين نعرف ايه اللي خلاه يعمل ده. وان شاء الله في اقرب وقت اول ما اقدر ان شاء الله اوصل لاي تفاصيل ان شاء الله هكون بنزلها باذن الله على القناه اول باول، سواء شورتس لو خبر قصير وسريع، او لو في تفاصيل كتيره هعمل لها حلقه هنزلها على القناه. الحلقه دي وصلتك، من فضلك اعمل اشتراك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وهنستنى رايك في التعليقات. تعليقاتكم بتفرق معانا علشان نقدر نطور من المحتوى بتاعنا، ونسال الله التوفيق لنا ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.